النهارده جايبه لكم وصفه اقتصاديه موفره لكل ست بيت. التوست الاقتصادي بدون لبن بدون بيض. وصفه اقتصاديه بجد مش هتتعبك. كل مقاديرها في كل بيت سهله جدا. انا هعملها كمان من غير ما احطها في الصينيه بتاعتها، هحطها في صينيه اقتصاديه. الوصفه كلها من اولها لاخرها اقتصاديه. تعالوا معانا. عندي نص كيلو دقيق هكون نخلاه كويس جدا. لازم انا بنخل الدقيق مره واتنين وتلاته لسببين: الاول عشان الدقيق يخش له هوا، والتاني بروب يكون فيه سوس او اي حاجه. عندي معلقه سكر كبيره لان انا بستعمل دقيق متعدد الاستخدامات. هحط معلقتين سكر كبار، واحط معلقه صغيره خميره لاني انا عامله نص كيلو احط معلقه صغيره خميره، واحط رشه ملح، واحط معلقتين زيت اهو، معلقتين كبار، لاني انا لا حاطه بيض ولا حاطه لبن. هعجن بالميه وبس. يعني دي كل المقادير اللي انا محتاجاها: سكر، دقيق، سكر، ملح، خميره، ومعلقتين زيت. هما كل دول المقادير اللي عندي. وهعمل احلى توست، اقسم بالله طعمه احلى من اللي بره بكتير. وعندي بقى الميه، هبتدي ان انا احط الميه شويه بشويه لحد ما اشوف هي هتحتاج كام. النص كيلو احتاج بس عندي كوبايه وشويه ميه، يعني مش كتير، على حسب الدقيق. كل دقيق بيحتاج الميه اللي هو عاوزها، فاهمني؟ يعني في دقيق بيحتاج كميه ميه كبيره جدا، وفي دقيق ما بيحتاجش ميه كتير اهو. بصوا مش هحط الا دول بس. تمام. هبتدي ان انا بالمعلقه الاول اعجن، وبعدين لما الم الدقيق بالميه هبتدي ان اعجن بايدي زي ما تعودنا كل مرة احنا بنعجن بايدينا. تمام اهو. خلاص كده، يعني كوباية وربع مية. ده عشان كمية الدقيق محتاجة مية اكتر. تمام. بتبتدي تعجني كويس جدا بايدك، وكل مرة اهو مفيش مية كل مرة بتعجني فيها بتحاولي ان انت تدي العجين وقته، علشان خاطر العجين تطلعي فيه الجلوتين اللي جوه العجين. يعني انت وبتعجني بتطلعي الجلوتين اللي جوه العجين. بصوا بقى، هعجنها على المشمع، رغم ان المفرش السيليكون مع انه طلع عيني لانه مش ثابت على الترابيزه، بس برضو هكملها تاني في الطبق مع نفسي، لان المفرش عاوزه اقول لكم جربت ان احطه تحته ميه، جربت اني افرشه كده، مش نافع معايا. لو حد يعرف يقول لي اعمل ايه قولوا لي. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اعجن بقى فيها كويس. اعجني على قد ما تقدري. بصوا كل شويه اعدل المفرش. معلش يا جماعه والله المفرش ده مطلع عيني. زي ما انا قلت لكم انت لازم تعجني كويس جدا عشان تطلعي الجلوتين اللي في العجين. الجلوتين ده اللي بيخلي العجينه هشه وطريه وجميله جدا معاكي. تمام. ابتدي بقى اعجني كويس. انا عجنتها خلاص، وهحط نقطه زيت في الطبق اهو. هحط نقطه زيت وهحط العجينه في الزيت دوت كلها، لاني انا مش محتاجه زيت كتير للعجينه، لان العجينه دي ما بتحتاجش منك نسبه دهون. في ناس بقى العجينه الاصليه لبن ولبن بودره وبيض وزبده. انا استغنيت عن كل ده وطلعت بعجينه اقسم بالله منتهى الجمال. هتعجبكم بجد. خلاص العجينه خمرت، انا هبتدي اهبطها وهنزلها على المفرش السيليكون. بعتذر. بصوا بقى، افردوها بقى مش كتير، يعني انا مش بفردها كتير، انا بفردها بايدي كمان هنا انا مش محتاجه نشابه، ومش محتاجه ان افرد باي حاجه. انت بتفردي بايدك، كله بايدك. تمام. افرديها بقى كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش محتاجه منك تعب ولا مجهود. اهي فردتيها. هتبتدي بقى تلميها انت بقى. تعالي اللم سهل جدا. يعني شوفي، مش محتاجه فرد بنشابه، مش محتاجه ان انت تتعبي نفسك في اي حاجه. بصوا بقى، انت بتشديها كده شويه عشان تعملي الفراغات اللي بتبقى جوه الكيس. حاولي تحطيها من الجنبين زي ما انت شايفه كده اهو. بسم الله ما شاء الله، العجينه حلوه قوي اهو. وتقفلي من هنا وتقفلي من هنا اهو. خلاص كده احنا خلصنا. هنقفلها بقى خالص وبنفس الطول لان انا عامله الصينيه طويله. بصوا هتقفليها كده. بصوا سهل جدا، انا ما تعبتش في حاجه. هتبتدي بقى تجيبي صينيه مدهونه زيت، ولازم تكون مدهونه كويس زيت عشان العجينه ما تلزقش. تمام. اهي ادهنيها كويس بالفرشه اهي. لو تلاحظي ان هي مدهونه هتبتدي تحطي العجينه بالطول. طيب انا مش ما عنديش الصينيه اللي هي بتاعه التوست. انت هتحطيها في الصينيه دي، اعمليها على قد طول الصينيه
مش هتطلع حجم كبير قوي قوي من الجناب، بالعكس هتبقى شكل التوست هتبقى حلوه جدا. طبعا هي هتعلى لفوق، ما تخافوش، ومش مش هتعبي الصينيه كلها، فهتدي شكل التوست. زي ما انتم شايفين غطوها كويس جدا وسيبوها تخمر اهي. بصوا خمرت، بصوا زي ما انا قلت لكم ما عليتش من الجناب اهي، عليت لفوق اهو زي ما انتم شايفين، كاني حطاها في صينيه التوست. دي حاجه ما تخافوش منها وعلى ضمانتي. هتدهنوها بقى الوش بيض ولبن، وحطيت كيس فانيليا، وعاوزه اقول لكم ومعلقه خل. حطيت كيس فانيليا ومعلقه سميها باللبن وصفار بيضه ومعلقتين لبن وكيس خمير، كيس فانيليا، بعتذر كيس فانيليا ومعلقه خل. ادهنيها كويس من كل الجناب علشان خاطر تتحمر من كل الجناب. الفرنة هتكون درجة حرارة 180 شغالة فوق وتحت، لازم تاخد لون، ولازم الفرنة تكون حامية ومولعة قبلها بفترة ب5 دقايق علشان خاطر ما تهبطش في الفرنة. بصوا بقى اول ما طلعت هي سخنة على فكرة، بصوا والله العظيم هي ما بردت، هي لسه طالعة سخنة. وشوفوا الطراوة اللي هي فيها، بجد بجد تجربة اتمنى ان انت تعمليها. لو عجبك الفيديو اتمنى منك ان انت تشتركي وتعملي لايك وتفعلي لي الجرس وتقولي لي كومنت حلو، وتتمنوا اعمل ايه بعد الفيديو ده، يعني ادوني افكار لفيديوهات تانية. تعالى هقطع لكم بقى، طبعا هي لسه سخنة ودي غلطة، وتاني غلطة اني انا بقطع مش بسكينة مشرشرة. التوست بيتقطع بسكينة مشرشرة عشان يتقطع على طول. بصوا كمان السكينة عندي مش حامية يعني من كل الجهات. بصوا شكله، والله العظيم والله العظيم الكاميرا ظلماه كتير قوي. بصوا بجد بجد بجد. تعالى هقطع لكم قطعتين تاني. لا اقطعها، انا قلت لكم العيوب اللي عندي ان السكينه مش مشرشره، دي اول حاجه، وتاني حاجه ان السكينه تلمع. تاني واقول لكم ان لازم تكون السكينه مشرشره وتكون حاميه كمان، وتستنوا عليه لما يبرد. تمام. بصوا شكله حلو ازاي، بصوا اتقطع لانه لسه ما بردش. بجد تحفه جدا. تقدري تحطي له لو انت عاوزاها اعلى من كده هتحطيها في الصينيه بتاعتها، تقدري تحطي له جبنه، تقدري تاكليه بجبنه، تقدري بشوكولاته. طعمها جميل جدا، واقسم بالله اقسم بالله ويمين اتحاسب عليه، والمفروض انا ما احلفش ان هي اطعم واحلى من اللي بره، واطعم واحلى من اللي بيتحط لها بيض ولبن. بجد الفيديو حلو، ارجو الاشتراك. بصوا شكله في الاخر انا رصيته لكم. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس، واتمنى لو الفيديو عجبكم تقولوا لي اعمل ايه، وقولوا لي رايكم في التعليقات ايه اللي في الفيديو ما عجبكوش وايه اللي ممكن اقدر اغيره. انا بحبكم جميعا. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.